بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعضينا إيه الطريقة اللي هي بتزود محصول الفول السوداني، أهم التسميدات وأهم الرشات وكل تفاصيل ما يخص الفول علشان حضرتك تقدر تاخد منه محصول وإنتاج كويس 100%. طبعا قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة. أحلى مسا عليكم من أخوكم أدهم من قناة عالم الزراعة. طبعا رقم واحد أهم حاجة إنك تعتمد على التربة. يعني إيه أعتمد على التربة وأجهزها؟ طبعا تجهزها يعني تحرثها حرثة كويس، وتبدأ تساوي الأرض بتاعتك وتنعمها، وتبدأ تسرب الأرض بتاعتك يعني تعملها خطوط، وتسيب بين كل خط وخط حوالي من 70 سنتي إلى 80 سنتي على الأقل، علشان العرش والنباتة تعرف تاخد راحتها وتعرف تضرب معاك مسلات اللي هي اسمها الإبر. وبالنسبة للأسمدة الكيماوية فأنت هتستعمل سوبر فوسفات. لو انت لسه عندك الارض جديدة يعني بتقدر تزود عادي 300 400 كيلو عادي ولا يهمك حاجة، زود لو انت الارض بتاعتك جديدة. هنستخدم طبعا الكبريت الزراعي معدل 100 كيلو بالظبط على الفدان. احنا بنتكلم الفدان يا جماعة. ولنجاح الفول السوداني حضرتك لازم تستخدم القبص الزراعي. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفاصيل عن حلقة قادمة. أساس نجاح الفول السوداني إنك تستخدم القبص الزراعة معدل 1 طن إلى الفدان. ده طبعا بالنسبة إلى الخدمة بتاعة الزراعة إلى التسميدات. طبعا هنتكلم لو أنت بتزرع غمر أو بتزرع نقطات. طب يفرق بيه بين ده وبين ده؟ أيوة يفرق كتير بين ده وبين ده. يفرق أول حاجة في التقاوي، لأن بتفرق كتير في التقاوي بين النقطات وبين الغمر. معدل الفدان 35. طيب المسافة بين الجرعة والجرعة طبعا زي النقطات زي الغمر طبعا بتسيب بين كل جرعة وجرعة بتحط بين الجورة والجورة 10 سنتي سواء نقطات أو غمر. بالنسبة طيب للري، ودي أهم معلومة أنا هقولها لك وركز معايا في الكلام اللي أنا هقوله لك دلوقتي. نباتة الفول من أهم المحاصيل الصيفية، يعني لو جت عليها حرارة كثيرة وانت بدأت انك تعطش الفول وعطشت منك فانا انت كده هتضمن لنفسك خسائر كثيرة. يعني نباتة الفول حساسة جدا. بالنسبة طبعا للمعلومة دي هتزود معاك، هي دي المعلومة اللي بتنجح معاك في الري او في الفول السوداني. طيب طبعا بالنسبة للفول السوداني اول ما بيبدأ بيطلع الابر بتاعته او المسلات بتاعته صلى على النبي، فانت بتبدأ تردم، يعني بتبدأ تساعد النبات، ما تسيبهاش لوحديها وتقول هي كده تطلع، لا انت بتبدأ تساعد النبات يعني تردم عليه، بتبدأ تغطي المسلات او الابر بتاعتك. بالنسبة طبعا للمعلومة دي مهمة جدا برضو، ايه اهميتك اللي انت هتعمله للبذور قبل ما انت تزرعها. هتبدأ طبعا قبل ما تزرع هتجيب مضادات سموم وتضيفها على البذور، وتبدأ برضو تجيب بعد مرور اسبوع من الانبات من الزراعة تبدأ ترش رشة فسفور او تبدأ ترش رشة كيماويات، يعني بتبدأ تساعد النباتة معاك ما تسيبهاش، وخاصة انت لو في الارض الرملة علشان الارض الرملة ضعيفة وما عندهاش كمية عناصر علشان تدي النباتة بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده النبات اللي هو مزروع في الارض الطينية، ونفس الشكل اللي انتم شايفينه. وبرضه بضيف له سماد اللي هو السماد العضوي السبخ الكيماوي بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة. معاكم ادهم من قناة عالم الزراعة. طبعا ما تنسوش اهم حاجة انك تصلي على النبي وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.